السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. أو خبر مفرح وردنا الآن. أعلنت لجنة التربية النيابية عن وجود اجتماعات مرتقبة لمناقشات تكييف المناهج الدراسية الخاصة بمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، فيما ناشد طلبة المراحل المنتهية وغير المنتهية بضرورة التكييف لصعوبة المناهج وتأخير تسليم الكتب في مدارسهم. وقالت عضو اللجنة نجوى ككآري للصباح إن اللجنة تتابع مطالبة الطلبة الخاصة بإعادة العمل بتكييف المناهج الدراسية لمراحل السادس الإعدادي، لا سيما بعد إلغاء نظام تنويع التعليم العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن الطلبة تدرس آلية التكييف التي ستتم متابعتها مع المختصين بالشأن التربوي في وزارة التربية لغرض الخروج بخلاصة تصب بمصلحة الطلبة، إذ تعزم عقد اجتماعات مكثف بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة من جانب طلبة المراحل المنتهية وغير المنتهية عبر الصباح بضرورة العمل بنظام التكييف لعدة أسباب، منها صعوبة المنهج الدراسي ومواد مكثفة، يضاف إلى ذلك تأخير وصول الكتب المنهجية للدراسة أو للمدارس بعد مضي شهر من انطلاق العام الدراسي. يعني باختصار اكو اجتماعات جديدة بعد ما رفضت التربية التكييف أو التقريص، اكو اجتماعات جديدة إن شاء الله، وأكو أمل إنه ترجع الحذوفات.